اهلا بيكم في نادي القراءه العمليه واول حلقات برنامج باشن ستيت. معانا فكره البرنامج ان هي بتستضيف نماذج كتيره لشباب ناجحه وقدروا يحققوا المستحيل من خلال كلمه الشغف. النهارده معانا اول نموذج في بني سويف لشباب قدروا من خلال شغفهم انهم يحققوا ويخلقوا مجتمع موازي، مجتمع جديد، ويخلقوا ثقافه كامله لبني سويف كلها. وانشأوا تشابلن كامبس كووركينج سبيس، ومعانا واحد ممثل المكان اسلام طارق. اهلا بيك. كنا عايزين نعرف كده يعني ايه فكره كووركينج سبيس وازاي جاتلكم بداتوها ازاي؟ بداية من 2014 سوري 2015 شهر 2، يعني من سنة و9 شهور تقريبا. جت الفكرة اننا عايزين نتجمع في مكان كل حد فينا كان عنده ستارت اب من الناس الكوفاوندرز هنا للمكان، بس كانت دايما الازمه اللي بتقابلنا في فكره اننا نتجمع فين، نقعد نشتغل فين. بعد كده فكرت، انا كان عندي الفكره من قبل كده، بس انك تشتغل على حاجه لوحدك الامر صعب جدا، خصوصا في مجتمع زي مجتمع بني سويف. فلما لقيت ان الناس اللي حواليا تقدر تسند معايا فكره تقيله زي دي، احنا لسه بنفتح ماركت جديد في بني سويف، حاجه جديده الناس ما تعرفش عنها حاجه. ففي شهر 2 عملنا مع بعض ميتنج وقعدنا نتكلم في الفكره نفسها، في الاساس نفسه. لما لقيت قبول واستحسان استنينا الوقت مناسب وحاولنا نعمل اكتر من سيرفي عشان نشوف الناس وانطباعهم عن مشروع زي كده. لما لقينا ان في استحسان كمان من الشباب او الوسط اللي موجود حوالينا في بني سويف، بدانا نعمل سيشنز في شهر 6 عن يعني ايه كووركينج سبيس. بتفهم الناس الاول بتوعك بالظبط، يعني ايه مفهوم مساحه عمل مشتركه، انا هستفيد من الموضوع زي كده ازاي. خلصنا السيشنز بتاعتنا دي، طلعنا بعدد كبير من الناس بداوا يحبوا الفكره زينا. في شهر 9 17/9 بالظبط عملنا اول مؤتمر اوبننج خاص بينا، كان في جامعه النهضه، كان اسمه روزلسترا. كان الهدف منه ان احنا بنشوف كل الناس اللي عملت شيفت كارير ونقلت وبقت ناجحه برضه، هم ناجحين في الكارير بتاعهم ولكن بيعملوا حاجه ثانيه موازيه وناجحين فيها جدا. ازاي تخلق الشغف في وسط الشباب، وازاي كل حد يبدا يسخر الطاقات اللي عنده من جوه دي ويشتغل على حلمه اكتر. كانت كمان اصعب حاجه بتقابلنا ان احنا في شغل حلمنا او تحقيق حلمنا مرتبط باحلام الناس الثانيه. انا بقيت معتمد على ان كل الناس اللي بتجيني هنا تحقق احلامها عشان انا حلمي يتحقق، ودي اصعب حاجه بتقابلنا. لا بس هدف سامي طبعا، راجل احلام واحلام الناس. السؤال الثاني معانا، ايه العوائق والمشاكل اللي قابلتكم في الاول في مجتمع زي بني سويف وثقافه جديده الناس اول مره تسمع عنها؟ هي كانت اكبر حاجه انك بتفتح او بتخلق سوق جديد ليك. هي دي الميزه احيانا، لكن لما تبقى في حته زي مثلا القاهره او زي اسكندريه، اللي هو السوق عندك هيتقبل اي فكره جديده انت تدخلها، لكن انت بتدخل فكره جديده في مجتمع زي بني سويف، مجتمع منغلق على نفسه بشكل كبير. فكره انك بتضيف فاليو معينه، الموضوع كان صعب جدا علينا ان انا افهم راجل كبير، او انا كاسلام بشكل شخصي افهم اهلي في البيت المشروع اللي انا عامله ده ايه، او احنا مع بعض كفريق شغالين، اهالينا احنا بنشتغل في ايه. بالنسبه لهم كان لعب عيال اي كلام يعني. رؤية شابلن الفترة الجاية، وهل شايف ان انتوا الفترة الجاية تعملوا حاجة أكبر صعب شكل أكبر؟ هو مش من دلوقتي، هو من أكتر من 5-6 شهور، من قبل ما نجيب كمان الثانوية بتاعتنا. كان في أفكار إن نفتح ونتوسع، في ناس عرضت علينا تفتح في هنا وفي أسيوط وفي اسكندرية وفي القاهرة، بس دايما رابطين نجاحنا باننا ننجح في السنتر نفسه، في المكان الكبير اللي احنا بدانا فيه ده يبقى اقوى حاجه، ومن خلاله نبدا نتشعب ونفتح فروع. ده طبعا الحلم الكبير بالنسبه لنا، لكن احنا نقدر نعمل ايه الفتره الجايه. المكان او البلان اللي احنا حابين نحققها لسه في كتير جدا منها، اكتر من 90% من البلان اللي كنا حاطينها من قبل سنه لسه ما اتحققتش، وكده بتدينا براح ان قدامنا حاجات كتيره نقدر نعملها لسه ما اتعملتش. المفروض ان في كورسز جديده لاول مره تدخل بني سويف، حاجات تكنيكال بقى، يعني لو بنتكلم على كليه زي
حاسبات ومعلومات مثلا، مفيش اي ورش ولا سيشنز بياخدوها هنا في بني سويف، ولا كورسات بتبقى تقيله ومحترمه من ناس اصحاب فكر بيشتغلوا على البرمجه والاناليسيس وكل الكلام ده. لا احنا هنبدا ندخل الجزئيه دي، زائد ان هنبدا نزود عمليه الورش، هنبدا نعمل حاجه جديده في المجتمع في بني سويف، وهي ان ازاي اطلع مستفيد كل الاستفاده من ايفنت، مش مجرد ان انا احضر او مش مجرد ان انا اخد شهاده وانا ماشي في الاخر. كل دي حاجات ضمن اللي احنا هنعمله ان شاء الله. طيب شايف قبل السؤال الاخير، شايف ان الثقافه اللي انتم حابين ان هي انتشرت فعلا، ولا لسه انتم شايفين ان الناس برضه ما فهمتش الفكره قوي، لسه ما استوعبتش يعني مساحه عمل مشترك؟ شوف، هو الناس بتقول ان شكل النجاح، ان الناس في شكل النجاح ان هم يوصلوا فكرتهم او ان هم يثبتوا حاجه معينه. لكن انا كاسلام على المستوى الشخصي لسه انا مش شايف ان احنا نجحنا خالص، احنا لسه قدامنا كتير. خدنا خطوه صحيح ناحيه النجاح، لكن لسه ده ما يحسبلناش نجاح. العبره في اننا ناخد فرصه كامله واننا نقدر نكمل ولا ما نكملش. شايف ان لسه قدامنا كتير علشان يتقال علينا ان احنا نجحنا. صحيح العقبات والمشاكل اللي قابلتنا كتيره، لكن الطموح اللي جوه كل حد جوه الفريق انا شايف انه قادر ان هو يوصلنا في الاخر ان نقول عن نفسنا ان احنا فعلا دلوقتي خدنا خطوات ناجحه وثابتين على طريق النجاح وقادرين نستمر فيه كمان. ان شاء الله. طيب السؤال الاخير، تنصح الشباب بايه نصيحه منكم كده كمؤسسين او كناس بدأوا في كده وحققوها او خدوا خطوه ليها، تنصحهم بيه؟ أنا نفسي أكتر حاجة أشوفها هي إن الناس فعلا تتغير من مفهوم إن أنا مستني كل حاجة تجيلي لحد عندي، مستني السوق يبقى قابل لده والسوق يبقى متقبل ومدرك وفاهم وواعي باللي أنا هعمله، لكن ده ما بيحصلش. فالناس تبدأ تفهم إن أنا لازم أتحرك ناحية الحاجة، لازم شغفي هو اللي يدير عملية الحركة والديناميكية إن أنا أحقق بيها الحلم بتاعي. فنصيحتي ليهم ما يعملوش، نصيحتي ليهم ما يبيعوش. سن الناس اللي احنا بنتعامل معاهم كلهم صغير، سنهم كله يبني لقدام، سنهم كله يشتغل ويتعب دلوقتي. فان انت تريح دلوقتي ان انت معتمد بس على دراستك في الجامعه، ان انت انا بتكلم كده قيس كده، مش شرط ان انت تطلع تفتح مشروع، انت حتى في دراستك حتى في مذاكرتك. انا مش حابب الكليه اللي انا فيها، طب انا قاعد بعمل ايه؟ طب انا خدت كورسات ولا لا؟ طب انا متفوق اصلا في الكليه؟ الفكره كلها ان انا ابدا اتحرك ناحيه الحاجه اللي انا بحبها بغض النظر عن كل العوائق اللي حواليا. مفيش اي حد هيمشي في خط ستريت ابدا او في طريق ستريت كله متمهد ليه، لكن هتقابل دايما مشاكل، هتقابل دايما عقبات. خليك انت بقى اقوى من كل ده. واتمنى ان مفيش حد يعني يقابل كل البلاوي اللي احنا قابلناها والامور تبقى اسهل ان شاء الله. ان شاء الله. متشكرين جدا ليك. النهارده كانت اول حلقه مع نموذج من الشباب. ان شاء الله انتظرونا الفتره الجايه، هنشوف شباب تانية نجحت كتيره وحققوا اللي هو كان الناس بتقول عليه مستحيل من خلال الشغف بتاعهم. السلام عليكم.